اتكلمنا الحلقات اللي فاتت عن فرق الجهد، والحلقة دي هنناقش أول تطبيق عملي وهو البطارية. دي البطارية مكوناتها أنود، كاثود، إلكتروليت. تعالى نبدأ من الأول. لما جينا نعمل البطارية احنا كنا فاهمين ان اي عنصرين او مادتين في فرق جهد طبيعي بينهم نتيجة لاختلاف التركيب الذري زي ما قلنا الحلقات اللي فاتت. المهم ان احنا كنا فاكرين لما نجيب اي عنصرين او مادتين ونحطهم في مسار مغلق ونوفر لهم الظروف المناسبة نعملهم بطارية، يعني هنلاقي التيار بقى شغال والالكترونات بتتحرك. فلما جبنا المواد وقعدنا نجرب فيها ونحطهم في بطارية، البطارية مش علبة. معنى انك تحطهم في بطارية يعني توفر لهم المسار وتخليهم في نظام مغلق، وهنشوف الآلية كاملة كمان شوية. المهم من التجارب دي عرفنا ان في فرق جهد طبيعي بين العناصر والمواد، بس ممكن يكون فرق جهد صغير جدا بينهم وبالتالي ما يحصلش تيار او التيار يكون ضعيف جدا، لان فرق الجهد مش كافي لتحريك الالكترونات من طرف للتاني. يعني ممكن اجيب مادتين الاقي فرق الجهد بينهم كبير جدا ويحصل تيار والدنيا تبقى تمام، واجيب مادتين تانيين الاقي فرق الجهد بينهم صغير جدا جدا وما يعملش اي تأثير. في فرق جهد طبيعي لاختلاف تركيب الذرات لكل عنصر، بس ده مش معناه ان فرق الجهد هيكون مؤثر. وهنا اكتشفنا ان وجود فرق جهد طبيعي بين مادتين مش كفاية وما ينفعش اعتمد عليه وانا بعمل بطارية، لانه ممكن يكون صغير جدا وما نقدرش نستغله بشكل عملي. عشان كده اضطرينا نعتمد في بناء البطارية على حاجة ادق، وهو جهد الاختزال لكل مادة. جهد الاختزال هو مقياس ميل المادة لاكتساب الالكترونات، يعني احنا بنعرف المادة دي بتميل للفقد ولا الاكتساب. لو جهد الاختزال لمادة قليل قوي او حتى سلبي معناها ان المادة مش ميالة تكتسب الكترونات بسهولة، يعني احتمال اكبر انها تفقد الكترونات وتتعرض للاكسدة بدل الاختزال. طبعا عرفنا جهد الاختزال بتاع المواد وحطيناهم فيما يعرف بجدول الجهود القياسية للاختزال. هقولك ازاي، بس خلينا نشرح البطارية الاول. تعالي نفتكر كده، احنا قلنا الحلقة اللي فاتت البطارية وظيفتها تعمل لي فرق جهد. لما العالم فولتا عمل اول بطارية ما كانش ساعتها بيعمل بطارية علشان يشغلها او يستخدمها في اي حاجة، هو كان بيثبت ان الكهرباء جاية من المعادن مش من اجسام الكائنات الحية، زي ما العالم لويجي جالفاني قال ان الكهرباء في الضفدع اللي كان بيشرحه. هو كان عايز يثبت ان الكهرباء كانت في المعادن اللي لمست الضفدع، وبعدين عرفنا ان كل حاجة فيها كهرباء، المعادن، الانسان، وكل شيء، لان كل حاجة مكونة من ذرات، والذرات حاملة للشحنات الكهربية. احنا بقى لما جينا عملنا البطارية بعد اكتشاف فكرة فرق الجهد بين المعادن المختلفة، هدفنا كان الاستفادة من فرق الجهد ده علشان نقدر نمرر تيار كهربي مستمر في أسلاك وموصلات، وبالتالي نقدر نستخدم الكهرباء في تشغيل الأجهزة. وعلشان كده كان لازم ننظم المواد والعناصر اللي نقدر نستخدمها في عمل البطاريات ونحطهم في جدول حسب نشاطهم الكيميائي. وبقى عندنا مجموعة من العناصر اللي بتدخل في تفاعلات الأكسدة والاختزال، وهي دي العناصر اللي في الجدول، واستبعدنا العناصر اللي جهدها قليل ولا تصلح لتفاعلات البطارية. وبكده اعتمدنا على حاجة أدق من الجهد الطبيعي بين العناصر وبعضها، وهو جهد الاختزال اللي قدرنا من خلاله نستبعد العناصر اللي ما تنفعش في البطارية. اوعى تنسى احنا كنا فين وكنا عايزين ايه علشان ما تتوهش. احنا كنا وصلنا ان عندنا الموصلات فيها بحر من الالكترونات الحرة واللي في حالة حركة عشوائية دايما، وقلنا ان احنا عندنا بحر الالكترونات وعندنا الحركة الدايمة طول الوقت. كل اللي محتاجينه هو حاجة توجه الالكترونات وتوحد اتجاههم علشان يحصل تيار. ولو متابعنا فانت فاهم الكلام ده كويس. ازاي ده هيحصل؟ عن طريق اننا نوفر فرق جهد. هنجيب معدنين او مادتين في فرق جهد طبيعي بينهم ونقربهم، هيبقى في تفاعل بين مجالاتهم وهينتج مجال مشترك بيخزن طاقة كامنة كهربية عند كل نقطة زي ما شرحنا الحلقتين اللي فاتوا. اول ما نوصل السلك بين المعدنين، المجال اللي بين المعدنين هيأثر على كل الكترونات السلك، فتتوجه الكترونات السلك كلها في مسار واتجاه واحد، وبكده حصلنا على التيار. ايه حوار بقى ان النحاس هو القطب الموجب وان الزنك هو القطب السالب؟
طب الشحنات وفهمناها، في نوعين مختلفين اتجاهات مجالاتهم مختلفة، فسمينا واحد موجب والتاني سالب. طب الأقطاب بتاعة البطارية معدن على بعضه زي النحاس، بنسميه القطب الموجب ليه؟ وهو بيتكون من ذرات متعادلة عادي. والزنك بنسميه القطب السالب ليه؟ هل في واحد فيه شحنات موجبة والتاني سالبة؟ لا. خليني اقولك اصل التسمية. لما عملنا جهد الاختزال للعناصر ورتبناهم في جدول حسب نشاطهم ومين بيميل اكتر انه يكتسب من التاني، واستبعدنا العناصر اللي ما ينفعش تدخل معانا في تفاعلات اكسدة واختزال لان جهدها قليل قوي، فانت لو جبت اي مادتين او عنصرين من العناصر اللي في جدول جهود الاختزال وحطيتهم جنب بعض، هيبقى في مادة بتميل انها تفقد الكترونات اكتر من مادة، يعني في مادة انشط من التانية حسب ترتيبهم في الجدول، فالمادة الأنشط فيهم هي اللي هتسيطر وهتفقد إلكترونات والتانية هتستقبل الإلكترونات. طب ليه بنقول على اللي بتفقد إلكترونات اللي هو الأنود قطب سالب؟ لأنه مصدر الإلكترونات، ولما هو بيفقد الإلكترونات من سطحه وبتنتقل للسلك فهو طول الوقت سطحه سالب الشحنة، علشان كده بنسميه القطب السالب. طب والقطب الموجب اللي هو الكاثود، احنا بنعتبر ان عنده نقص في الالكترونات لانه بيكتسب، فبنقول عليه القطب الموجب. والطاقة الكامنة في المجال هتتحول لطاقة حركة للالكترونات وتوجهها من القطب السالب للموجب. خلي بالك ان النحاس قطب موجب لانه قدام الزنك، والزنك هو الانشط فهو اللي هيفقد والنحاس هيكتسب. وبالتالي لو عندي بطارية مثلا زنك ومغنيسيوم، المغنيسيوم أنشط من الزنك، في الحالة دي المغنيسيوم هو اللي هيبقى القطب السالب والزنك هو اللي هيبقى القطب الموجب. الخلاصة ان اي عنصر ممكن يطلع موجب او سالب حسب مين قدامه، وحسب نشاط العناصر الانشط يفقد ويبقى القطب السالب. طب تعرف ليه في عنصر أنشط من التاني وبيفقد إلكتروناته أسهل؟ لو رجعنا لذرات العناصر، احنا عارفين ان عدد بروتونات هو اللي بيميز ذرات العناصر عن بعضها. هنلاقي عنصر عدد بروتونات الذرات فيه 2 وعنصر تاني 11، ونظرا لتجاذب الشحنات بين الموجب والسالب، العنصر اللي ذراته عندها عدد بروتونات أكتر عندها قوة جذب أكتر للإلكترونات، والعكس لو الذرة عدد بروتوناتها قليل الشحنة الموجبة قليلة الجذب قليل للإلكترونات، قوة التماسك أضعف فهتفقد أسهل. لو متابعنا فانت هتبقى معايا على الخط والدنيا تمام، لو أول مرة تشوفنا بس عندك خلفية هتحس إنه تمام، لكن لو متلخبط ممكن تسمع الحلقات اللي فاتت وترجع لنا. نرجع لموضوعنا، ليه نسمي قطب موجب والتاني سالب؟ مكان كفاية نقول أنود وكاثود ونبقى عارفين إن الأنود هو اللي بيطلع من عنده الإلكترونات يروح للكاثود. العلماء زمان كانوا محتاجين يعرفوا اتجاه التيار علشان يستخدموا القوانين ويعملوا البطارية والدواير. هتقولي طب ما سهلة، الإلكترونات بتتحرك من السالب للموجب وده يبقى اتجاه التيار. هقولك احنا عملنا التيار واستخدمناه وعملنا دوائر كهربية ومصابيح بالتيار وما كانوش يعرفوا ايه اللي بيمشي في السلك اصلا، كانوا فاكرينه سائل وبعدين شحنات موجبة، وبعدين اتفقوا على اتجاه للتيار من الموجب للسالب علشان القوانين والمسائل، وبعدين اكتشفوا الالكترون وعرفوا انهم غلط في اتجاه التيار بس قرروا ما يغيروهوش لانه ما بيأثرش على حاجة في الحسابات او القوانين، فسبتوا على كده حتى بعد ما عرفوا الصح. تعالى نرجع كده بالزمن لورا. الإنسان كانت حياته بدائية قوي، يصطاد، ياكل، يوفر سكن، يدور على الأمان، وكان الإنسان لا يملك الأدوات ولا المعرفة بس كان بيتأمل، يلاحظ، يكتشف. يعني أول بداية الكهرباء دي كانت ملاحظة قديمة لفيلسوف اسمه طاليس، والملاحظة إن حجر الكهرمان بعد فركه كان بيجذب الحاجات الخفيفة زي القش مثلا، وكلمة كهرباء جت من كهرمان اللي هو الحجر. هما كانوا مسميين الظاهرة كهرمان، وبعدين مع تطور اللغات اتسمت كهرباء. طب ليه طاليس كان بيفرك حجر الكهرمان أصلا؟ كان عايز يكتشف الكهرباء؟
لا يا صاحبي، هو ما كانش يعرف يعني ايه كهرباء. بقولك ملاحظته دي كانت بداية اننا نبحث ونكتشف الكهرباء، واللي اتسمت من الحجر الكهرمان. الكهرمان حجر شبه كريم زي الفيروز وغيره من الأحجار، وكان بيتجمع من شواطئ بحر البلطيق. الناس كانت بتلمعه علشان يتزينوا بيه زي ما بنلمع أي حجر أو معدن للزينة. أثناء التلميع أو الدلك باليد أو بقطعة قماش كانوا بيلاحظوا إنه فجأة بيجذب الريش أو قطع قماش صغيرة. طليس كان فيلسوف طبيعي بيسميه البعض أول عالم تجريبي، فلاحظ إن الظاهرة متكررة، كل ما يدلك الكهرمان يجذب الأشياء الخفيفة. هو كتبها كملاحظة طبيعية من غير تفسير فيزيائي. شفت البداية؟ شفت وصلنا لكل اللي احنا فيه ده ازاي؟ من ملاحظات وتجارب، بحث، تأمل، واستغلال الطاقة اللي ربنا سخرها لينا. احنا نسينا نتكلم عن موضوعنا اللي هو كان البطارية واخدنا الكلام، بس كفاية كده النهاردة، ونكمل الحلقة الجاية ان شاء الله. قولي رأيك في كومنت ضروري، رأيك مهم. قولي ممكن نقدر نطور ايه اللي عجبك وايه اللي حاسس انه ممكن يتحسن.